ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله كده معانا فيديو حلو قوي قوي، وان شاء الله يعجبكم. الفيديو ده بجد كده حلو قوي قوي، وان شاء الله يعجبكم. عايز اقول لكم النهارده هعمل لكم طريقة البسارية، حاجة بعشقها جدا جدا جدا. بصوا بقى، نسمي كده الله، نصلي على الرسول ونشوف بقى احنا هنعمل ايه. هنا لولي طبعا زي ما انتم شايفين قاعدة قرفاني اخر قرف زي ما انتم شايفين. ماما انا اعمل، ماما نحط ملح، ماما انا اعمل، ماما نمسك الطبق، ماما أنا. فما علينا، ربنا يا رب يبارك فيها ويخلي اولادكم جميعا. يلا بقى، لو وصلت لغايه هنا اعملي لي لايك للقناه وتشتركي عندي عشان يظهر لك كل جديد انا بنزله. النهارده بقى هعمل لكم طريقه بسارية بجد بجد تحفه من البدايه للنهايه كده، بجد حاجه في منتهى الجمال. بصوا بقى، انا في البدايه جبت البسارية، الكيلو ب25 جنيه. تمام، حلو قوي. في ناس بتجيبها على فكره وبتخللها وكده، بس ناس بتجيبها وبتعملها في البصمات في الدقيق. انا جربتها بصراحه، مش عارفه ما عجبتنيش. فانا بعشق كلها مخلله يا ولاد، بجد تحفه. عملت بقى انا ايه، جبت البسارية الاول، غسلتها كويس جدا. بصوا تحت ميه جاريه يعني. بصوا، شغلت عليها كتير جدا جدا وهي في المصفى. وبعد كده عملت ايه، اهم حاجه غسلتها في الاول، حطيتها في المصفى زي ما انتم شايفين، وسبتها في التلاجة ودخلت نمت. صحيت بقى بالليل يعني، سبتها مثلا حوالي 10 ساعات في التلاجة او 12 ساعة بأمانة يعني. تنزل كل المية اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دي، سواد كده سواد، منزلة بصراحة دم كده وحاجات كتير. جيت بقى هنا عملت ايه، حطيت على دول 2 كيلو ونص بسارية. حطيت عليهم 6 معالق ملح، 6 معالق ملح. هتطلع معاكي بجد مظبوطة 100%. 6 معالق ملح. ولو بتحب الشطة زي حالتي كده، أنا مرضتش كمان أكتر الشطة عشان ولاد إخواتي هياكلوا معايا. فأنا عملت إيه بقى، حطيت كده معلقتين شطة، شطة قرون يا ولاد، بجد تحفة. حطيت كده زي ما انتم شايفين شطة، 6 معالق ملح ومعلقتين شطة وربع أو نص كوباية زيت. بيخليها طرية وجوسي وتحفة. بصوا بصوا ايديها، بصوا ايدها جميلة والله، عسل. اهو ضربت. طخ 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 قامت نازله. حطيت بقى انا هنا ايه، نص كوبايه زيت. بصوا هموت، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه احط كل اللي في البرطمان، لكن علشان ولاد اخواتي هياكلوا معايا عشان هو بيحبوها جدا وانا عامله حسابهم، فمرضتش احميها. عايزه اقول لكم بقى، بعد لما استوت حطيت بقى كده طبق كبير كبير، وحطيت بقى عليه معلقتين شطه وليمونتين، وطبق من زي ما انا عاملاه كده من غير شطه، يعني طبق زي ما انا مخلله كده، ما حطيت لهمش شطه زياده يعني. وقعدنا، عايزه اقول لكم وحياة ربنا خلصوا في يوم واحد، وحياة ربنا في يوم واحد هم خلصوا يعني. انا آه، قعدنا، كل ما انا بقى بحبها كل ما يجي لي نفسي ليها في نفس الوقت. يعني مثلا انا واكله قبلها بساعه، اقول لهم انا هاكل بساري، حد ياكل؟ انا يا خالته واحنا كلنا، واقوم حاطه لنا كلنا. عايزه اقول لكم وحياه ربنا خلصت في يوم واحد. الحمد لله، الف هنا وشفا على قلوبهم، وهعمل تاني ان شاء الله. بس مش هينفع بقى اصور لكم علشان هكون وريتها لكم. بس كده حطيت بقى حبه زيت، نضفت حواليا. هعملها بقى ايه بالاسترتش راب كده، لفه جامده حلوه علشان تكتم كل حاجه. عايزه اقول لكم انا عملتها بتاخد 3 أيام فقط لا غير، ممكن يومين كمان. يعني أنا عملتها 3 أيام، كلت في التالت يعني، فاهمين؟ كلت في تالت يوم، وكان طعمها تحفة تحفة بجد، حلوة جدا. يعني هنحط على 2 كيلو ونص بسارية، هنحط 6 معالق ملح ناعم، وهنحط معلقتين شطة. لو بتحبي الشطة زيادة كتري، لو بتحبيها قليلة قللي اللي يعجبك. بس بجد المقدار ده مظبوط 100%. وحط نص كوباية زيت معاهم، عايزة اقولك بتخليها جوسي وناعمة وتحفة بجد. بس كده قلت لكم طريقة البسارية، يا رب يا رب تعجبكم. شوفوني بقى ايه هنا بقى، هنعمل ايه، هسكت قليلا، هنروح بقى انام يوم، هنام اصحى وانام واصحى وانام واصحى، وهوريكم بعد ما اتخليت. عايزه اقول لكم بجد تحفه تحفه. هي خلصت وانا عايزه اجيب، رحت علشان اجيب ما لقيتش في السوق بجد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، عظمه. بصوا انا هتجنن يوه. الله الله، بجد تحفه.
وحطيت صح نسيت اقول لكم، حطيت 4 5 كده ورقات، ورق لوري او ورق غار. حط كده 3 4 5 6 ورقات. مش عارفه بيعمل ايه بس انا حبيت احطه. ممكن يكون بيدي طعم مثلا. انا هنا بقى واقفه. الله، الله. بصوا انا شلت كده راس البسارية وحطيتها في بقي وطلعت الشوكة زي ما انتوا شايفين، عملت حاجة ما عملتش حاجة. طلعت راسها كده لو فيها مثلا مصرين او حاجة. وخدت كده البسارية. عايزة اقول لكم مش باكله بعيش ولا حاجة، انا باكلها حاف زي ما انتوا شايفين كده. ان هي بصراحة مش محتاجة عيش يعني. الله، 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 الله. الله عليكي. بصوا شفتوا انا عملت ايه؟ الحركة بركة. الله، بصوا طلعت الشوكة. طلعت الشوكة بحلقة. متعودة. بس كده يا حلوين، جربوها والله بجد هتحبوها جدا وهتدعوا لي لو عملتوها بنفس المقادير ونفس الكمية اللي انا قايله لكم عليها. بس كده خلاص، هسيب بقى البصرية دي عشان ناكلها انا وولاد اخواتي واخواتي وكل العيلة هناكلها. بس بقول لكم تحفة يا ولاد. بس انا عايزه اقول لكم ان انا حطيت في الطبق اللي انا باكل منه، بحط عليه شطة تاني وبحط عليه ليمون تاني. بس جربوها هتدعوا لي، ولو جربتوها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بعد ما تجربوها. متعودة دايما على كل ده دايما. أنا هنا بحارب يا ولاد، بصوا بحارب. هقفل بقى كده الفيديو وهروح بقى آكل وبصوا أعيش حياتي مع الطبق اللي أنا حطيته دوت وأرجع لكم. رجعت لكم هنا بقى. هنا الشفط عندي كان متبهدل، بصوا زي ما انتم شايفين كده ومفيهوش حاجة، بس أنا بالنسبة لي آم، زيوت الطعمية كلها على الشفاط. هو مفيهوش حاجة، بس أنا عشان هو في وش المطبخ فأنا لازم دايما تبقى ايدي فيه. مش عارفة ليه بس أنا بحب بصراحة زي ما انتوا شايفين كده ما يبقاش في حاجة، بس لا أنا لازم أنضفه. عايزة أقول لكم هو بقاله كتير عشان أنا دايما ايدي فيه. فالحمد لله الحمد لله نضيف. هنا بقى هعمل ايه؟ عملت الشفاط وعايزة أعمل البوتاجاز بقالي كتير جدا جدا ما عملتوش. بصوا مزيت ازاي. حط بقى كده عليه عايزه اقول لكم زيت الدهون ده بريتو حلو قوي قوي. جربوه هيعجبكم. سعره 25 جنيه ولا 30 جنيه. انا مش فاكرة. بس على ما اعتقد يعني على ما اتذكر لا 25 جنيه. اسمه بريتو. فحلو جدا جدا، جربوا ان شاء الله يعجبكم. العيون اللي انا طلعتها دي انا طبعا مش بحط عليها بريتو، انا بغسلها عادي بصابونه وسلك عاديه خالص. انا بحط بس على الحوامل بتاعه البوتاجاز. مسكت بقى زي ما انتم شايفين الازازه دي خلصت فاطلع الازازه التانية. عايزه اقول لكم ان انا طبعا بجيب منه ستبن. فوالله بجد انا لو وحش طبعا استحاله انا هجيبه. وانتوا تجيبوه من اي محل او اي حته يعني، انا جربت حاجه حلوه فبحب يعني اقول لكم عليها. هنا طلعت. كنت جايبه واحده تاني دي خلاص كده خلصت هرميها. بصوا نفس النوع بس هي صفرة يعني، دي اخضر ودي اصفر. بالليمون الاخضر وبالليمون الاصفر. تمام اهو زي ما انتم شايفين بريتو اهو مكتوب عليه اسمه. لو كبرتوا ال الشاشة فهتشوفوا ان هي بريتو يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. يلا بقى لو وصلت لغاية هنا اعملي لي لايك، اعملي لايك عشان البوتاجاز بصوا مبهدل بقاله اسبوع ولا قد ايه يا ولاد، قد ايه مش فاكرة. حطيت بقى هنا كده مسكت البريتو ونزلت بقى بيه على البوتاجاز. ايه عايزة اقول لكم حياة ربنا خلاه فلة. هو نضيف بس لا، في حاجات كده انا عارفاها بتبقى ايه حاجات غزعبلية كده من جوه. فاهمين انتوا؟ فلازم انضفها. فزي ما انتوا شايفين كده بحط بقى على البوتاجاز. وهنا بقى هفضل هعمل ايه. جبت كده بقى سلكة ناعمة وحطيت صابون ويبقى ادعك 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 ادعك. عايزة اقول لكم بجد الحاجة في البيت مش بتخلص يعني. بجد ملهاش حد يسأل عليها يعني. انا لسه مثلا عاملة الشفاط ده من اسبوعين مثلا، فلازم اعمله تاني. مثلا البوتاجاز كل يوم بعمله. بس الحركة اللي انا مثلا اللي انا بغسلها ببريت واسيبه كده يتنقع حوالي 5 6 دقايق عبال ما اشوف حاجة تانية. دي بتكون مثلا كل اسبوعين كل 3 كل شهر، فاهمين قصدي. لكن انا كل يوم بصراحة ايدي كده بتبقى فيه بالفوطة بلمعه وبخليه زي الفل. هنا خلصت الشفاط وعلقته ومفهوش حاجة زي ما انتم شايفين كده. بس انا بحب ايه الفه كده لفة كده.
عشان انزل الدهون. عايزه اقول لكم بقول مثلا ايه، لو قعد فتره يعني، لو قعد فتره ممكن يتعبني اكتر في الغسيل، فلا كده برتاح اكتر يعني. يا رب سترك ورضاك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لولي الجميلة نايمة حبيبتي، حبيبة قلبي الماما، نايمة. عايزة اقول لكم انا برضو انا ما بنتج لكم دلوقتي الساعة 5 الفجر، ان شاء الله كده هسجل لكم الفيديو وانام وانام. مش عارفة انام ولا ايه، مش عارفة بصراحة، بس عايزة انام. فعندي عايزة اقول لكم ان انا عندي كذا فيديو عايزة يتمنتج، بس مكسلة مكسلة. الكسل ده صعب يا ولد والله. بقالكوا كام يوم اهو بصور لكم وهي لوليتا وهي لولي نايمة. آه ليه بقى؟ ان هي بقت تعمل خلاص، تعمل دوشة غير طبيعية بجد بجد، خلى العيون زي الفل. ومن جوه، من جوه كده ناحية بصوا هوريكم، لو حطيت ايدي دلوقتي هوريكم. ما حطيتهاش ليه، بس انا دلوقتي هدخل ايدي كده من جوه البوتاجاز. عايزه اقول لكم بينضف حلو جدا يعني، انت بتسيبيه بس ممكن تحطوه قبل ما تخلصوا المواعين اللي وراكم وترجعوا له تاني. بجد مزيل الدهون ده حلو جدا. انا اعتمدت عليه، وكل ما انزل بصراحه اجيب لي كده ازازه اتفسها كده جنب اخواتها. يا رب يا رب برحمتك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك، استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك. اهي شايفين بقى الحته اللي انا حطيت ايدي كده فيها من جوه دي، بيبقى مثلا فيها دهون او حاجه، بيخليها زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا مش محتاجه ان انا اغسلها، انا مسحتها خلاص كده بالفوطه، فكانت نضيفه وزي الفل. يا رب رحمتك. البوتاجاز الغسلة دي بغسلها له كل، زي ما انا قلت لكم كده، كل اسبوعين. بصوا حسب ما بلاقيه اتبهدل، كل اسبوع، كل 10 ايام. ممكن مثلا في اسبوع اعمله مرتين الموضوع دوت. ليه بقى؟ ان انا بحافظ عليه. آه، لو بقى لي حاجة فبغطي العيون اللي مش عليها الطاسة. يعني انا مثلا شايفين العين اللي انا بمسحها دلوقتي دي، انا على طول دايما شغالة فيها بقلي عليها او كده. فالعيون التانية اللي هي اللي في النص واللي وراها دول لازم الفوطة تتحط عليهم. ليه؟ لانهم بيتبهدلوا، وبجد ما بكونش انا هنا اتعورت. وبجد ما يكونش عليهم حاجة بس بيتبهدلوا. فانا بصراحة ما بحبش اخد عاطل مع باطل. فما باجي اقلي او حاجة او بعمل طشة او الكلام ده، فبغطي الكلام ده. وقت بقى ان اما اسيبه، اللي هو بقى بعمل طشه وبسيبه وبعمل حاجه، ان انا عارفه وضامنه نفسي ان انا هغسله. فخلاص انا هغسله النهارده او بكره مثلا، فخلاص هو كده كده متبهدل. فبهدله بقى مش مشكله لما يتبهدل تاني، فكده كده هنغسله، فببهدله. بس كده يا حلوين، النهارده ده كان الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. وعايزة كده كومنتاتكم القمر الجميلة دي في الكومنتات في ناس كده بتكتب لي بجد كومنتات حلوة و... ومشجعة بصراحة. ويلا اكتبوا لي بقى كومنتات حلوة كده وجميلة منكم ليا. يا رب سترك. انا زي ما انتم شايفين كده بقى هقعد ادعكهم واخليهم زي الفل، وفي الاخر هوريكم شكل المطبخ النهائي. هنا اللي حاطه لي البوك بتاعها، وحاطه لي اللعبه بتاعتها، وحاطه لي السلسله بتاعتها، وحاطه لي الميك اب بتاعها، حاطه لي كل حاجه هنا. فهروق بقى كده، بس هروشن المطبخ وبعد كده اوريكم انا عملت ايه. خلاص كده يا حلوين، كده اكون خلصت. ايه رأيكم بقى؟ مية مية. الحوض زي الفل، الشفاط زي الفلتين. هنا بصوا البوتاجاز زي الفل ومية مية ونشف. انا عايزه اقول لكم بفتح العيون وبنشفه. وكده هيكون ده شكل المطبخ بتاعي النهائي. بصوا
جميل، خلاص كده دي بقى الراحة النفسية، هانام وأنا متطمنة وأنا مرتاحة البال، أسيبكم يا حلوين.